إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 27 من ديسمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك نقدم لكم الحلقة الثالثة والأخيرة من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والتي أصدرها المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات أفروبوليسي، وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الرئيس الصومالي يصل إلى أسمرة في سادس زيارة له خلال هذا العام. والحكومة الكينية بصدد مراجعة سياسة الإعفاء من التأشيرة بعد تراجع البلاد في مؤشر قياس إمكانية وصول الزوار. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في سادس زيارة له إلى إريتريا، وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة الإريترية أسمرة في 26 من الشهر الجاري. عقد خلالها لقاء موسعا مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ناقشا خلاله علاقة البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووفق ما ذكر الإعلام الإريتري، فإن الرئيس الإريتري أوضح خلال اللقاء ما قال عنه ضرورة تحرير المنطقة نفسها من التدخلات الخارجية التي غالبا ما تعزز أجندات احتضان وإثارة الصراع والفوضى في المنطقة حسب تعبيره، وهو ما اعتبره المراقبون عدم رضا وإشارة تلويح من الرئيس الإريتري إلى اتفاقية أنقرة الأخيرة بين الصومال وأثيوبيا. وأضافت وزارة الإعلام الإريترية أن الرئيس الصومالي أعرب عن تقديره للحكومة الإريترية في جهودها لتعزيز الجيش الصومالي وكذلك المؤسسات السيادية ذات الصلة، والتي تعد حيوية لاستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، مضيفا إلى أن الصومال يمكن أن تجني فوائد من الخبرات الواسعة لإريتريا في الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات القابلة للتطبيق. وفي الشأن الصومالي أيضا، وفي أول توتر بين إقليم أرض الصومال وأثيوبيا منذ توقيع المذكرة قبل عام، اتهمت حكومة أرض الصومال شرطة الإدارة الصومالية في أثيوبيا بارتكاب مجازر بحق أهالي دوعلي في الإقليم الصومالي بأثيوبيا. وأدان بيان صادر من وزارة الأمن في إقليم أرض الصومال الانفصالي الشرطة بقتل المدنيين، واصفا ذلك بانتهاك حقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن رئيس الإدارة الصومالية في أثيوبيا أعرب عن شعوره بالحزن الشديد من تصرفات الشرطة، وأنه تم إبلاغ أثيوبيا بذلك. قال مجلس الوزراء الكيني إن كينيا بصدد مراجعة سياستها بشأن الإعفاء من التأشيرة التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق، وذلك بعد أن هبطت البلاد في مؤشر يقيس إمكانية الوصول للزوار. وكانت الحكومة الكينية استبدلت التأشيرات في يناير عام 2024 بنظام التصاريح الإلكترونية للسفر المعروف إيتا، وهو متطلب إلزامي عبر الإنترنت يكلف $30 وتستغرق معالجته 3 أيام، حيث اشتكى المسافرون من تكلفة التصريح وتأخير المعالجة. وبحسب تغريدة لوزيرة السياحة ريبيكا ميانو على إكس الأسبوع الماضي، أنه من المقرر إجراء مراجعة في 7 يناير القادم بهدف تحسين ترتيب كينيا على مؤشر انفتاح التأشيرة في إفريقيا من قبل بنك التنمية الإفريقي، حيث انخفضت البلاد 17 مركزا هذا العام لتحتل المرتبة 46 بين 54 دولة. هذا وكانت كينيا قد حققت حوالي $2.7 من السياحة العام الماضي، مما يجعل السياحة واحدة من أكبر المساهمين في الاقتصاد.
بهذا أصل وإياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، نقدم لكم فيما يلي الحلقة الثالثة والأخيرة من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والتي أصدرها المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات أفروبوليسي، وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى الحلقة الثالثة من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال 20 عاما من عمر التأسيس. وحلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة، وتتضمن التحديات التي تواجه هذا المجلس ومناقشتها، وأهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة التقييمية بغية الإسهام في تطوير مجلس السلم والأمن وتحسين أدائه المستقبلي. ولتذكير المستمعين والمستمعات وأيضا لربط حلقات الموضوع، كنا قد تناولنا في الحلقتين الماضيتين التعريف بالمجلس وأهميته والمهام التي أنشئ من أجلها وإنجازاته خلال 20 عاما الماضية، وتوقفنا عند التحديات التي تواجه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. تقول الدراسة في هذا الجانب: لقد شهدت العوام 20 من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي نجاحات وإخفاقات، وفي حين سجلت بعض النجاحات والتقدم في بعض الأوساط، لا تزال النكسات والتحديات كثيرة. وقد أثرت التحديات على قدرة مجلس السلم والأمن على تنفيذ ولايته بفعالية وكفاءة، وسنناقش هذه التحديات أدناه. أولا، النهج التفاعلي لمجلس السلم والأمن والتأخير في الاستجابة. تكمن التحديات المهمة في تكرار الصراعات بشكل مستمر في مختلف أنحاء إفريقيا، والتي تغذيها عوامل متنوعة مثل عدم الاستقرار السياسي والتوترات العرقية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والتنافس على الموارد. ويكشف تجدد عدم الاستقرار السياسي والصراعات العنيفة في مختلف مناطق إفريقيا، من الأزمات المتكررة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الوضع في منطقة الساحل، والتكرار المثير للقلق للانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا، عن قيود كبيرة على فعالية مجلس السلم والأمن في منع الصراعات. في قلب هذه القضايا تكمن حقيقة مفادها أن النهج الداخلي لمجلس السلم والأمن الإفريقي كان في الغالب تفاعليا، حيث استجابت للأزمات أثناء تطورها بدلا من منعها بشكل استباقي. وهذه الطبيعة التفاعلية هي نتيجة لغياب ثقافة راسخة للوقاية الاستباقية من الصراعات داخل النظام البيئي الأوسع للاتحاد الإفريقي. وقد لوحظ أن الاستجابة البطيئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي تجعله يبدو وكأنه كلب بولدوج بلا إنياب. إن فشل مجلس السلم والأمن الإفريقي في معالجة تكرار الانقلابات في السنوات الثلاث الماضية في بوركينا فاسو 2022 والنيجر 2023 ومالي 2020 و2021 وغينيا في 2021 والجابون في 2023 والسودان في 2021 يعطي مصداقية للادعاء المذكور أعلاه. ثانيا، تصارع مجلس السلم والأمن الإفريقي مع الثغرات المستمرة في الإنذار المبكر والعمل المبكر، مما أعاق قدرته على معالجة التهديدات الأمنية الناشئة بشكل استباقي. وعلى الرغم من وجود نظام الإنذار المبكر والإنذار المبكر الذي يهدف إلى توقع ومنع الصراعات في القارة وتقديم التقارير إلى المجلس، فإن التنفيذ العملي لنتائج هذا النظام كان محفوفا بالقيود. وكثيرا ما كانت الدول الأعضاء مترددة في الاعتراف بالأزمات وحالات الصراع الوشيكة والاستجابة لها على الرغم من تلقي معلومات الإنذار المبكر. وعادة ما تستشهد بمبدأ السيادة لمقاومة أو تأخير العمل بناء على تقارير الإنذار المبكر، حيث تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية. ونتيجة لذلك أجبر تردد الدول الأعضاء مجلس السلم والأمن على أن يكون تفاعليا بدلا من استباقيا في إدارة الأزمات. ويثير هذا الوضع تساؤلا حول مصداقية وصلاحية مجلس السلم والأمن في تنفيذ ولايته، وكذلك في تنفيذ الفقرة من المادة 7 من البروتوكول التي تخول المجلس للتدخل نيابة عن الاتحاد الإفريقي في دولة عضو في حالة الظروف الخطيرة
مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الحلقة الثالثة والأخيرة من موضوع تقييم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والدروس المستفادة خلال 20 عاما من عمر المجلس. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. ثانيا، تفعيل اللجان الفرعية. يحدد بروتوكول مجلس السلم والأمن إنشاء هيئات فرعية بما في ذلك اللجان المخصصة للوساطة أو التوفيق أو التحقيق، والتي تضم دولا فردية أو مجموعات من الدول. ووفقا لهذا أنشأ المجلس لجنة الأركان العسكرية ولجنة الخبراء لتعزيز عملياته. تتألف لجنة الأركان العسكرية من أفراد الدفاع المكلفين بتقديم المشورة العسكرية والأمنية، في حين تتألف لجنة الخبراء من 15 خبيرا يمثل كل منهم دولة عضو في مجلس السلم والأمن، إلى جانب موظفي الدعم من أمانة مجلس السلم والأمن للمساعدة في صياغة الوثائق الفنية وقرارات مجلس السلم والأمن. وعلى الرغم من أن لجنة الخبراء تعمل منذ ديسمبر كانون 2017، إلا أن هنالك تساؤلات بشأن قدرتها التشغيلية الكاملة، وتعتبر فاعلية هذه اللجان بالغة الأهمية لنجاح مجلس السلم والأمن. ومع ذلك فإن القيود المؤسسية داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي تشكل تحديات هائلة، وقد أثر ندرة الموارد البشرية سلبا على عمل كل من لجنة الأركان العسكرية ولجنة الخبراء. إن عدم قدرة لجنة الأمن والاستقرار على تحقيق وظائفها الكاملة ينبع في الأساس من عدم كفاية تمثيل القوى الاحتياطية بين أعضاء لجنة الأمن والاستقرار المتمركزين في أديس أبابا. وعلى نحو مماثل تعاني اللجنة التنفيذية وخاصة أمانة لجنة الأمن والاستقرار من نقص الموظفين وعبء العمل الهائل. ونظرا للدور المحوري الذي تلعبه أمانة لجنة الأمن والاستقرار في دعم لجنة الأمن والاستقرار، فإن قلة الموظفين غالبا ما تؤدي إلى التأخير وانخفاض القدرة على الاستجابة للأزمات والقيود في إجراء التحليلات والبحوث الشاملة لإعلام التوصيات والتدخلات السياسية. رابعا، المصالح المتضاربة بين الدول الأعضاء. واجه مجلس السلم والأمن أيضا عقبات هائلة في مهمته لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء القارة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباين المصالح بين الدول الأعضاء. وقد أدت المصالح المتضاربة للدول داخل المجلس في بعض الحالات إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، وبالتالي تأخير العمل المبكر. إن رعاية مصالح الدول من ناحية وتنفيذ تفويضه كمؤسسة فوق وطنية من ناحية أخرى قد أدى إلى تعقيد دوري في بعض المواقف. وقد أدت هذه المصالح المتضاربة التي غالبا ما تكون مبنية على أولويات وطنية متباينة واستراتيجيات جيوسياسية وشراكات استراتيجية أعاقت قدرة المجلس على صياغة الإجماع أو اتخاذ إجراءات حاسمة أثناء الأزمات. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر الأزمة الليبية في عام 2011. في البداية أدان الاتحاد الإفريقي حملة القمع العنيفة التي شنتها الحكومة الليبية على الاحتجاجات، واقترح تشكيل لجنة رفيعة المستوى للوساطة. ولكن عندما أذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل العسكري من خلال منظمة حلف شمال الأطلس الناتو، على الرغم من رفض الاتحاد الإفريقي، أيدت بعض الدول الإفريقية التدخل العسكري، مما أدى إلى تقويض موقف الاتحاد الإفريقي. وكما أشار رئيس الاتحاد الإفريقي خلال ندوة الذكرى السنوية 20 رفيعة المستوى لمجلس السلم والأمن، فإن الافتقار الصارخ للتضامن بين الدول الإفريقية ترك الدول الأعضاء تعاني من مطالب غير قابلة للحل من أجل السلام والأمن دون أي مخرج. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الحلقة الثالثة والأخيرة من موضوع تقييم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والدروس المستفادة خلال 20 عاما من عمر المجلس. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. خامسا، غموض مبدأ التبعية. لقد وجد مفهوم التبعية الذي روج له قانون الاتحاد الإفريقي في البداية مكانا في خطاب هيكل السلم والأمن الإفريقي، وهو ما يقوم على فكرة مفادها أن السلام والأمن على المدى الطويل يتحققان على أفضل وجه
عندما تقود آليات إدارة الصراع وحله الجهات الفاعلة والمتأثرة أو الأقرب إلى مسرح الصراع. بعبارة أخرى، تتمتع المجموعات الاقتصادية الإقليمية بأفضل وضع للاستجابة للصراعات داخل مناطق نفوذها، لأنها تتمتع بما يمكن تسميته بميزة القرب. ويظل تطبيق المفهوم في هيكل السلم والأمن الإفريقي غامضا. لقد عزز الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي الغموض، لأنه يعترف بتفوق كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسائل السلام والأمن، وهذا في جوهره يجعل بنية الأمن المتعددة الطبقات في إفريقيا أكثر تعقيدا، لأنه يخلق طبقة أخرى من المسؤولية بين الدول الأعضاء والاتحاد الإفريقي. والأسوأ من ذلك أن بروتوكول الاتحاد الإفريقي ومذكرة التفاهم بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لا يحددان ولا ينفذان مفهوم التبعية، كما يفترض المفهوم كفاءة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والتي لا وجود لها في الواقع. وقد أدت هذه التعقيدات إلى علاقة عدائية بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وفي بعض الحالات تم تجاهل قرار مجلس السلم والأمن أو تقويضه بحجة تنفيذ مبدأ التبعية. وقد استغلت بعض الدول الأعضاء هذه الثغرة وتحايلت على قرارات مجلس السلم والأمن من خلال المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وهذا يثير التساؤل حول أي قرار له الأولوية، ولماذا يوجد تناقض في تطبيق المفهوم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يثير التساؤل حول أي مؤسسة يجب أن تخضع للأخرى في هذه الحالة، وأي قرار له الأسبقية. وكما لاحظ رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، لقد أدى تشويه مفهوم التبعية إلى تفاقم المشكلة، وعانى هذا المفهوم المفرط الاستخدام من مصير غريب ومقلق للغاية. فبدلا من أن يكون الأساس الذي ترتكز عليه التكاملية الديناميكية والمثمرة والداعمة، أصبح الدعم العقائدي لتقليص الهيئات القارية الذي يروج له المؤيدون الظاهرون والمخفيون للتخلي عن مبادئ وقرارات المنظمة القارية. وبهذه الطريقة أصبحت التبعية المرجع الأيديولوجي الرئيسي لتقليص أهمية بل وشل الجهاز الرئيسي لهيكل السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بأكمله. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الحلقة الثالثة والأخيرة من موضوع تقييم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والدروس المستفادة خلال 20 عاما من عمر المجلس. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وتختتم الدراسة بالتوصيات السياسية، فتقول في التوصيات: لا شك أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يظل لاعبا مهما في هيكل السلم والأمن الإفريقي، ومع احتفاله بالذكرى 20 لتأسيسه هنالك حاجة إلى إعادة النظر في مجلس السلم والأمن وإعادة تنظيمه وجعله أكثر كفاءة وفعالية واستجابة للتحديات الناشئة في مجال السلام والأمن في القارة. وللمساعدة في هذا التحول نقدم التوصيات التالية. أولا، هنالك حاجة إلى أن يعزز مجلس السلم والأمن تفويضه الوقائي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة المتكررة مع أنظمة الإنذار المبكر التابعة للجماعات الاقتصادية الإقليمية. وسوف تساهم الإحاطات المشتركة المنتظمة من جانب الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية لمجلس السلم والأمن بشكل كبير في منع الصراعات. ثانيا، ينبغي لمجلس السلم والأمن أن يدفع باتجاه اعتماد منهجيات تقييم الضعف البنيوي والقدرة على الصمود، وتقييم الضعف البنيوي والقدرة على الصمود في البلدان كمنهج لمنع الصراعات. وفي الوضع الحالي يبدو مجلس السلم والأمن رجعيا من خلال استخدام منهج إطفاء الحرائق في التعامل مع قضايا السلام والأمن الجسيمة. ثالثا، حل الغموض فيما يتصل بمبدأ التبعية. لقد أدى البروتوكول الجديد ومذكرة التفاهم التي تحكم العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية إلى الارتقاء بالعلاقة على مستوى هيئات صنع القرار من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على اجتماع التنسيق نصف السنوي. ووفقا للبروتوكول الذي يتناول أيضا قضية السلام والأمن والحوكمة، فإن المجموعات الاقتصادية الإقليمية لها الحق في المشاركة الكاملة في كل من وضع الأجندة والمداولات، وسيكون تفعيل هذه الجوانب أمرا مهما في تعزيز أجندة السلام والأمن في إفريقيا. ويمكن تنفيذ التنفيذ الجاري للهيكل الإفريقي للسلام والأمن
وبنية الحوكمة الإفريقية بشكل جيد من خلال هذه القناة. وهنالك حاجة إلى أن يعمل أعضاء مجلس السلم والأمن على تعزيز الأجندة الإفريقية بحماس بدلا من تعزيز مصالحهم الوطنية، ويرتبط بهذه الحاجة إلى أن يبتعد مجلس السلم والأمن عن مبدأ التسوية في صنع القرار بشأن بعض القضايا. في بعض الحالات قد يطرح مجلس السلم والأمن القضايا الخلافية للتصويت بدلا من إخضاعها للإجماع أو التسوية، مما يؤدي إلى قرارات مخففة ويجعلها غامضة ويصعب تنفيذها. رابعا، لقد أعاقت الممارسة الحالية المتمثلة في التوصل إلى اتفاق بالإجماع قدرة مجلس السلم والأمن على اتخاذ بعض القرارات الحاسمة في الوقت المناسب. خامسا، في حين وافق مجلس السلم والأمن في عام 2019 على إنشاء فريق كنقطة محورية تضم ممثلين من الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز التنسيق بشأن السلام والأمن، هنالك حاجة إلى تشغيل هذا الإطار، وسيصاحب ذلك عقد بعثات ميدانية مشتركة ولقاءات مشتركة أو جلسات عصف ذهني للاستجابة المنسقة والاستراتيجية. وسيكون الانخراط المنظم بين مجلس السلم والأمن والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني خطوة إيجابية. وكما أشير أعلاه، فإن المشاورة المشتركة الافتتاحية بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الوساطة والأمن التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي عقدت على مستوى السفراء في 24 من أبريل الماضي في نيجيريا، جديرة بالثناء ويجب تكرارها مع المجموعات الاقتصادية الأخرى. في الأساس هنالك حاجة إلى تحول جذري في التعامل بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية. سادسا، هنالك حاجة إلى تفعيل اللجان والأطر المؤسسية الأخرى بشكل كامل، مثل قوة الاستعداد والتدخل السريع، وذلك لمساعدة مجلس السلم والأمن في تحقيق ولايته. بالإضافة إلى ذلك، هنالك حاجة ماسة إلى تعزيز أمانة مجلس السلم والأمن من خلال توفير التدريب المنتظم وتدريب الموظفين الفنيين ذوي الخبرة العالية، وذلك لدعم عمل مجلس السلم والأمن. سابعا، تعزيز المشاركة مع منظمات المجتمع المدني كما هو منصوص عليه في المادة 20 من البروتوكول. إن الاجتماعات والإحاطات المنتظمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من شأنها أن تسد الفجوات القائمة. يحتاج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى أن يكون استراتيجيا، ولتحقيق هذا الحكم يجب التواصل مع المواطنين، خاصة المتواجدين في مسرح الصراع. يجب عليهم في الأساس الانتقال من أديس أبابا إلى مناطق الصراع. أخيرا، هنالك حاجة إلى أن توفر الدول الأعضاء التمويل الكافي لدعم وتشغيل أنشطة مجلس السلم والأمن. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى ختام الحلقة الثالثة والأخيرة من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال 20 عاما من تأسيسه. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى الحلقة الثالثة والأخيرة من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التي أصدرها المركز الإفريقي للدراسات أفروبوليسي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الرئيس الصومالي يصل إلى أسمر في سادس زيارة له إلى إريتريا خلال هذا العام. والحكومة الكينية بصدد مراجعة سياسة الإعفاء من التأشيرة بعد تراجع البلاد في مؤشر قياس إمكانية وصول الزوار. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إيرنا.